مساء الخير أو صباح الخير على عيون كل الناس اللي بتتابعنا. معاكم أخوكم سلطان، وأول حلقة من حلقات إزاي أتعلم داي بطريقة سهلة وبسيطة. البداية، الليكويد بيتكون من إيه؟ جريسلين، بروبيلين، نيكوتين، شوت. مفيش اختراع، هي بتبقى طبخة اللي هي لو هتشتغل سنجل ده موضوع تاني، بس احنا في البداية هنتعلم نطبخ بشوتات جاهزة. الشوت بيبقى 15 مللي، بتعرف عليه 20 مللي على حسب الريسبي، بس في العموم كتركيبة انت تقدر تعملها وانت قاعد في البيت، سهلة جدا، مش هتكلفك كتير. انت هتجيب جريسلين، هتجيب بروبيلين، هتجيب نيكوتين، هتجيب شوت، وهتقعد تعمل نسبتك. بتشرب دي ال هتعمل 70-30، تشرب ام تي ال هتعمل 50-50، 60-40. موضوع سهل وبسيط، مفهوش اي تعقيد خالص. افتح صدرك للتجربة وخليك معايا، وبإذن الله هتطلع من الفيديو ده متعلم القصة دي. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني مع سلطان ازاي اتعلم الطبخ بسرعة وببساطة. موضوع سهل وبسيط، مش عايز حد يتعقد، مش عايز حد يستصعبه. هنبتدي بالشطات. الحلقات الجاية بإذن الله هنشتغل على السنجلات، اللي هي ان الشوت ده مثلا تريبيكا بيبقى طباقه مكسرات كراميل. في السنجل انت بتتحكم في الطباقه وفي المكسرات وفي الكراميل، عايز تحلي، عايز تحمص، عايز تزود طباقه، عايز تقلل، عايز احط فراوله، عايز احط كذا. فالموضوع هتلاقوه سهل، بس احنا دلوقتي هنتكلموا في الشوت. انت كيوزر عايز تتجه للداي، ايه اللي هتستفاده؟ واحد، سلطان، المعنى الحقيقي كلمة داي اللي هو التركيب أو اللي التصنيع. هو انك هتصنع جريسلين، بروبيلين، نيكوتين، شوت، تحطهم على بعض هيعملوا ازازه ليكويد 100 مللي. الازازه دي بالنسبه لك انت هتحسبها حسابات تانية. يعني ايه اللي هيخليني اخش اعمل داي؟ طب ما انا اشتري جاهز واريح دماغي. لسه هقول لك يا أستاذ سلطان، هي التكلفة هتفرق. اكيد طبعا، انت هتحسها لما تصنع الموضوع دوت. لما مثلا يعني احنا مثلا هنقوله جريسلين، بروبيلين، نيكوتين، شوت، هقول لكم اسعار في المتوسط. هنشتري نص الجريسلين 100-120، نص البروبيلين نفس الموضوع، الشوت يتراوح ما بين 85 كبداية، النيكوتين حوالي 200. ف هنقول حوالي 450-500 جنيه مثلا. هتجيب المكونات دي، حضرتك هتيجي تعمل الطبخة. أول إزازة عملتها 100 مللي، تمام. جيت الطبخة التانية هتنزل تجيب شوت بتاعك، بس مش هتجيب جريسلين عشان عندك، مش هتجيب بروبلين عشان أنت عندك، لسه مش سالك هتجيب سؤال يا سلوك. سلطان. في بقى في فائض هيفضل هتحس بقى. انت قول لي في الكومنتات، يعني انت قول لي الوفره اللي هتحسه ايه، غير ان انت هتبقى شايف الليكويد اللي بتعمله، غير ان انت هتبقى شايف النيكوتين اللي انت حاطه قد ايه زي ما انت عايز، غير ما انت هتبقى شاري من مصدر موثوق منه، عشان الخامات دي مهمه. انت هتشتغل داي، فلازم المصدر اللي تجيب منه تكون واثق فيه ان هو 100%، وفي كتير الحمد لله. فاحنا هنعمل ايه مع بعض يا جماعه؟ هقول لكم ازاي تعملوا ازازه 100 مللي، تمام. الفليفرات اللي معانا، في فليفرات كتير طبعا، مش هقول لكم بقى، انت زي ما انت عايز قول. الداي فليفرات فيه كتير. الداي في السنجل كمان، احنا ما اتكلمناش على السنجل. السنجل الفتره الجايه هقول لكم ازاي بيتعمل على قد ما اقدر. لان فكره الداي بالنسبه لي تركيبه برفان. انا لما جيت اتعلمتها عشان اسهلها على نفسي، عشان هي سهله، بس هي في ناس بتحب تضخم الموضوع، بس هو سهل جدا. انا من نفسي خدت الموضوع بسلاسه، اللي هي زي البرفان. جريسلين، بروبيلين، نيكوتين، شوت. والشوت لما عملته احتجت ان انا مع الوقت اعمل سنجل. سنجل حلو في ايه؟ ان مثلا عندك ستروبري رايب، لو عايز تعمل حاجه من الحاجات ده فليفر برضه يا سلطان. سنجل. لو هتعمل حاجات اللي هي الزبادو، عندك ارواي فور، عندك زبده. يعني بتتحكم في كل حاجه من الشوت اللي انت بتعمله، الدسامة أو في الطعم كل أو حاجه الأساس بقى. أو عايزه حاجة. خشن، عايزه ناعم، عايز ازود سكر، عايز اقلل سكر. انت بتطبخ الطبخه من اولها. تمام. فالموضوع ممتع وهيعجبكم. بس انا عايزين حلقة النهارده مفصلة عن السنجل بقى. باذن الله في حلقات هنعملوها عن السنجل، وهنقول لكم ازاي تطبخوا وازاي نعملوا حاجات ياما قوي مع بعض. بس النهارده هنعمله شوت. فالشوت حضرتك لما بتشتري شوت بتبقى النسبه بتاعته 15-20، عشان لما تيجي تطبخ. طب حضرتك هتطبخ، انا بشرب دي ال،
نسبة خلطي كام؟ نسبة خلطي بتبقى 70-30. طب انا بشرب ام تي ال 50-50 او 60-40، فالموضوع سهل. ازاي هيبقى سهل؟ شوف انا هعمل ايه وفي وقت قد ايه، والازازه هتخلص وانت هتنفذ اللي بقول لك عليه باذن الله. هتلاقي الموضوع سهل، هو مش صعب والله العظيم. سيبكم من، يعني مش هقول لكم سيبكم من اي حاجه، لان انت لازم تقرا، وانا لحد الان بقعد اقرا برضه في الضايع عشان افهم. بس هو كانك تعمله كشغل سهل جدا. بعد اذنك يا سلطان برضه، اتفضل. بالنسبه للمعدات اللي هبتدي اركب بيها، متوفره السؤال ده جميل وعجبني قوي قوي، حلو قوي. بص يا باشا، احتاج ايه او المكونات؟ اول حاجه هتحتاج ازازه عشان تحط فيها الليكوب بتاعك. بتاع الدواء بالعربي يعني مثلا؟ ازازه متوفر؟ دواء عاديه او متوفره، ازازه بتاعتي. اهم حاجه حاول هات بيكر. اسمه تاني؟ اسمه بيكر. بيكر. بيكر ده هتلاقوه متوفر عند تقريبا بتوع البرفان، ممكن يدلك هو بيجيبه منين عشان هو بيستخدمه، او الصيدليات اللي هي بتاعت الاجهزه الطبيه، ده برضو متاح عنده. ليه دوت؟ حجمه 100 مللي؟ هو حجمه 100 مللي ومتعلم من 0 لحد 100. تمام. فده هيفيدني وانا شغال. هقول لكم في ايه. هتجيب سرنجه عشان النيكوتين. سرنجة عادية؟ سرنجه عاديه 3 مللي. كده الموضوع سهل. جبنا بيكر. ما عندكش بيكر، عندك ميزان عايز تشتغل عليه، برضو نفس الموضوع، ما فيهوش اي مشكله، بس البيكر اسهل. يحدد النسبة على طول؟ حدد النسبه على طول، وانت مش هتعمل حاجه. اصل انت هتعمل ايه؟ انت خلطتك سهله جدا، 70-30 يا 50-50. فانا دلوقتي هعمل 50-50، يعني هحط 50 جريسلين، ودول اللي بيبقوا ثابتين في الجريسلين في تركيبه الدي ال وفي تركيبه الام تي ال. الجليسرين الأساس؟ الجريسلين اساس، يعني في 70-30 انا هحط ال 70 جريسلين، وال 30 اللي هم المفروض بروبولين انا ما بحطهمش، انا بركنهم على جنب لحد ما احط الشوت بتاعي اللي هو 15 مللي. وبعد كده بشوف نيكوتيني، لو انا 3 او انا 5 او انا 6 او انا 20 براحتي. مثلا 10 يبقى دي 10 و15 25. بالنسبة للفضل بروبولين؟ بروبولين. هقوم جاي مفضي البروبولين والموضوع انتهى، ورجيت وشلت ازازتي. الموضوع سهل وبسيط يا جماعه، مش ما فيهوش كيمياء يعني، فاهم؟ تعمله انت في البيت يعني. واكيد مع سلطان سهل وجميل. والله بحاول بقى يعني، انا بحاول والله العظيم اوصل لكم الموضوع سهل ازاي. فاحنا هنجيب البيكر بتاعنا اهو، هنجيب الجليسرين بتاعنا. محتاج يترج او محتاج حاجه؟ ولا اي حاجه يا باشا، حضرتك اهو بالعداد على ال 50. وانا عشان اقول لكم بصوا الموضوع سهل، فانا يعني مش هسند يعني. بصوا انا يعني خلاص حطيت الجريسلين بتاعي. هيبقى فاضل معايا ان انا احط الفليفر اللي هو 15 مللي. هو الشوت بيبقى 15 مللي من 15 ل 20 مللي. الموضوع هو بيبقى انت بتبقى عارف مكتوب على الازازه قد ايه. تمام. لما باجي اشتريه منك كستور انت بتديهولي جاهز؟ بيدولك شوت كده جاهز بيبقى مكتوب عليه 15 مللي 20 مللي على حسب ما انت بتستخدم. انا برجع استخدم الازازه دي بقى مثلا او خلاص الازازه دي استخدام مره واحده ل 100 مللي. بس تستخدمهاش برضه حاضر يعني، سبحان الله. بس ماشي ما علينا. فاحنا كده يا جماعه رجعنا، حطينا 50 مللي جريسلين، حطينا 15 مللي اللي هم الشوت، وفاضل النيكوتين. انا مثلا بشرب 10، بشرب 12، طب بشرب 12 فهسحب 12. السرنجة 3 يعني هتسحب بيها 4 مرات. ولو 5 برضه ممكن؟ براحتك، عايز 5 اوكي مفيش اهو 5 كده 4 كده 5 يبقى كده 5 15 و15 30 يبقوا 30. هيبقى فاضل 20 بتوع ال 50 اللي هم البروبولين، هحطهم في الاخر لحد ما اوصل لل 100. كده النسبة على البيكر مظبوطة. على البيكر 100 مللي بقى خلاص اهو. عايزك تطلع سنة صغيرة بس. موضوع سهل وبسيط يا جماعة. هنفضيه في الإزازة، مش محتاج يتقلب أو حاجة يا سلطان. ادينا فضيناه اهو. نقفل الإزازة.